واحنا العرب، واحنا المسلمين، واحنا بيحكوا فينا وما بيسووناش شيء، واحنا العرب. اخويا لما زعق علي يا جمال يا جمال كان عايز والله، بعدين هاجي الحجاره بكم، بعدين تجي زعق علي تاني الله يرحمه. كل الفيديوهات اللي انتوا بتشوفوها دي هي جزء بسيط من اللي بيحصل في غزة الآن. كل اللي شفتوه في الفيديو ده هو استغاثة من ناس بتموت. آلاف الأطفال بتموت في غزة نتيجة القصف المستمر من الكيان الصهيوني على قطاع غزة. بيكلموك عن الإنسانية، بيكلموك عن حقوق الإنسان. في غزة بيتم تجريدهم منها بأبشع الطرق. المدنيين، أطفال، نساء، كبار سن، كله بيموت. ناس ملهاش ذنب بتموت. مش كفاية أرضهم، لا كمان بيتقتلوا فيها. أسوأ إحساس ممكن يشوفه الإنسان إن هو يكون عاجز مش قادر يعمل أي حاجة، متكتف. ما نقدرش غير إن إحنا ندعي ونوصل صوتنا للناس اللي برا. الناس اللي برا فاخدين فكرة غلط عن القضية الفلسطينية. الكذب والتدليس عيني عينك. كذب والتدليس وان هم الضحايا، لا مش هم الضحايا، احنا الضحايا. فترة قريبة جدا في طفل اسمه وديع الفيومي. وديع خد 26 طعنة من راجل عنده 71 سنة. نتيجة ايه بقى؟ نتيجة الكذب والتدليس. الراجل شاف في التلفزيون ان في 40 طفل اسرائيلي اتقتلوا. طبعا ما فيش اي دليل لحد الان على الكلام اللي هم بيقولوه ده. متخيل طفل خد 26 طعنة؟ مش بس الراجل قتل وديع، لا ضرب امه 12 طعنة وهي حاليا في حالة حرجة. كله ده بيحصل. يكلموك على الإنسانية. في غزة بيتم تجريدهم منها بأبشع الطرق. إبادة جماعية مهمة أوي. كلمة توصل. الكلمة دلوقتي ما نملكش غيرها. الكلمة مؤثرة. أي حد عنده كاونت أو أي حد يقدر يساعد بالكلمة وإنه هو يصحح الكذب والتدليس اللي بيحصل ده يقول. ما نقدرش غير ان احنا ندعي ونتكلم. مفيش في ايدينا للأسف حاجة، ودي أسوأ حاجة. بتشوف آلاف الأطفال بتموت بشكل مستمر وبشكل عنيف. غزة دلوقتي كل سبل الأمان والحياة انهارت فيها. مفيش ماء، مفيش كهرباء، مفيش غذاء، ولا فيش دواء. كل حاجة بقت مباحة بشكل عيني عينك. يكلموك عن الإنسانية في غزة أطفال بتموت، نساء، كبار. أسوأ حاجة إن احنا أطلع أتكلم وأنا مش عارف أعمل لهم إيه. إسرائيل استباحت الأرض، بتستبيح دلوقتي المدنيين والأطفال والنساء. لازم نتكلم. الكذب والتدليس ده ما ينفعش تسكت عليه. لازم نغير الفكرة اللي مدينها للمجتمع الغربي. مهم أوي إننا يعرفوا فلسطين ستبقى عربية، فلسطين ستبقى حرة.